من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمتلازمة داون. مكتب المراجعة العام يناقش الخطة الاستراتيجية الخماسية. محاضرة لزيادة معرفة البستان عمليا. قتلى وجرحى بتفجيرين انتحاريين بأفغانستان وباكستان. بريطانيا واستراليا توقعان اتفاقيات دفاع جديدة. أكثر من 20 قتيلا إثر فيضانات وانزلاقات للتربة في بايو غينيا الجديدة. من العناوين إلى التفاصيل. تم الاحتفال في مدينة برونتو على مستوى البلاد بال21 من مارس اليوم العالمي للإعاقات الذهنية تحت شعار المصابين بمتلازمة داون. تخلل الاحتفال الذي يقام للمرة 13 عالميا والخامس على المستوى الوطني برامج ثقافية وفنية تعكس المناسبة، بينما نظم المواطنون ذوي الإعاقة الذهنية مسيرة تطالب بإنهاء للمصابين بمتلازمة داون. وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم القاشبركة سيد فرانكو كوبابا أن المبادرة تهدف إلى خلق بيئة تمكن المصابين من الإقليم في الانضواء في الجمعية والاستفادة من خدماتها، داعيا لمشاركة جميع قطاعات المجتمع في رعاية المصابين بالإعاقة الذهنية. ودعا رئيس الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية فرع إقليم القاشبركة الأستاذ تخلص قتصفة مريم المجتمع والمؤسسات الحكومية التأكد من حصول المواطنين ذوي الإعاقة الذهنية على الرعاية المناسبة وضمان حقوقهم وإنتاجيتهم وحثهم على اتخاذ إجراءات ملموسة. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري أن اليوم العالمي للإعاقة الذهنية هو مناسبة لتجديد التزامنا بخلق مستقبل أكثر إشراقا للمصابين مع تلقي رعاية مناسبة بعناية وحب، مضيفا بأن إدارة الإقليم ستساهم في الجهود التي تبذل للتعرف على المعاقين المتواجدين في المنازل الذين لم ينضمون في الجمعية وتقديم الدعم لهم. ناقش ديوان المراجعة مع العام الخطة الاستراتيجية الخماسية من العام 2024 إلى عام 2028 في اجتماع عقده بقاعة الإقليم الأوسط، في اجتماع حضره ممثلو الهيئات الحكومية الشريكة. وبهذه المناسبة عرض مدير تدقيق نظم المعلومات وإدارة تكنولوجيا المعلومات السيد أماني الإسحاق المهام والأهداف والغايات والنتائج المتوقعة للخطة. وتتخذ المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية في الاعتبار المبادئ التوجيهية المقبولة دوليا، ضمان التنفيذ الشفاف والخاضع للمساءلة للسياسات والإجراءات، وتحسين الكفاءة المؤسسية والإدارية، وتطوير برامج التدريب المستدامة، وتعزيز أنشطة المراجعة الموحدة ومراجعة الخدمات، وتحتوي على أهداف تشمل رفع مستوى وعي أصحاب المصلحة. وأوضح المراجع العام الإريتري السيد قبرز قبير قبر مدهن لوكالة الأنباء الإريترية إيران أنه يتم تطوير الخطط الاستراتيجية من وقت لآخر لضمان كفاءة المؤسسات، حيث بلغ أداء المرحلة الأولى من العام 2007 إلى العام 2011 89%، والمرحلة الثانية من العام 2019 إلى العام 2023 كانت 87%. كما حث السيد قبرز قبير أصحاب المصلحة على تنفيذ التوصيات التي قدمها مكتب المراجع العام وتوفير التعاون اللازم لضمان السلوك السليم والإدارة السليمة للموارد. مكتب المراجع العام الذي أنشأ بموجب الإعلان رقم 23 للعام 1992 والإعلان رقم 37 للعام 1993 والإشعار القانوني رقم 14 للعام 1993، مسؤول عن مراقبة جميع المؤسسات العامة. نظمت محاضرات لمساعدة الفلاحين بشكل عام وأصحاب البساتين خاصة لتحسين فهمهم لأهمية الضرائب ودفع مستحقاتهم.
وقد نظمت المحاضرة المقدمة للمزارعين ورؤساء وحدة التنمية الاقتصادية ومسؤولية الزراعة في مديريات فورتسوا وأغردة ودقة وتسني جمعية مزارعي الخضر والفاكهة في إقليم الكاشبركة وفرع الإيرادات الداخلية. وحث رئيس فرع الإيرادات الداخلية السيد أماني القيتوم المزارعين بشكل عام والفلاحين بشكل خاص على فهم الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في الإعلان رقم 62 للعام 1994 وتنفيذ الإعلانات والقوانين المتعلقة بضريبة الأراضي والزراعة التجارية والأنشطة المماثلة. وذكر أنه بموجب الإعلان فإن كل مواطن ملزم بالإعلان عن دخله من أنشطته ودفع الضرائب على دخله، داعيا الفلاحين للتخلص من الديون غير المرغوب فيها عن طريق دفع ضرائبهم في الوقت المحدد. وحث المدير العام لفرع الزراعة والأراضي في الإقليم السيد أبو بكر عثمان جميع الفلاحين على فهم معنى وفوائد دفع الضرائب في الوقت المحدد لأنها علامة على احترام وسيادة القانون وحضارة المجتمع. من جانبهم أكد المشاركون أن قلة الوعي وتدني أسعار منتجاتهم مقارنة بالإنتاج جعل العديد من المزارعين ضحايا ديون متعددة. وذكر أنه ينبغي معالجة أوجه القصور التي تشكل عائقا أمام الفلاحين. أفاد مسؤول التعليم في مديرية سرجاقة بالإقليم الأوسط الأستاذ لول عقبة سلاسي بأن الجهود المبذولة لضمان جودة التعليم في المديرية تحقق نتائج مشجعة. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإرترية إيرانا نسب النجاح الجيدة التي تحققت ونسب المشاركة الطلابية في العام الدراسي 2022-2023 في المراحل التعليمية الثلاث، مشيرا إلى ارتفاع عدد المعلمين من 381 إلى 481 منهم 60% من خريجي الكليات. توجد في مديرية سرجاقة 27 روضة أطفال و19 مدرسة ابتدائية و7 مدارس متوسطة و3 مدارس ثانوية. تبرع أعضاء إدارة الإقليم وشرطة الإقليم وطلاب مدرسة بيشة الثانوية بالإقليم الكاشبركة بإجمالي 187 كيس دم في محاولة لإنقاذ حياة لا يمكن تعويضها من خلال 3 ساعات بنك الدم بإقليم الكاشبركة. وقال عضو الإدارة والمالية في جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم السيد قالاب قبرو أن الوعي والفهم بشأن التبرع بالدم في مستوى جيد. وقال أن التبرع الطوعي بالدم من قبل موظفي المؤسسات المختلفة يساهم في تلبية احتياجات المؤسسات الصحية. وقال أن الحملات والمحاضرات التي تقام بين الحين والآخر تلعب دورا مهما في توعية المجتمع بشكل عام والشباب والطلاب بشكل خاص. وحث الطلاب والموظفين على اتباع هذه الممارسة الجيدة على محمل الجد. وخلص المتبرعون بالدم والمتطوعون أن التبرع بالدم ليس مجرد رضا ضميري ولكنه أيضا وسيلة مجانية للتحقق من صحتهم. عقد مكتب شرطة المرور في إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينارا تنويريا لطلاب مدينة عصب حول مكافحة الحوادث المرورية. ركز السيمينار الذي عقد لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية على زيادة وقرص المعرفة القانونية. وأوضح قائد شرطة المرور الرائد هبتاي قبرو تأثير حوادث المرور على حياة المواطنين واقتصاد الوطن وعلى المواطنين عامة وطلاب خاصة الاهتمام الجاد لمكافحتها والحد منها باحترام قوانين المرور. وقال إن عدم الالتزام بالمسار والترادف في الدراجات وعدم إعطاء الأولوية والقيادة في الظلام بدون أضواء هي بعض المخالفات المرورية التي يرتكبها الطلاب. في غضون ذلك عقد مركز شرطة مرور مديرية صورونة سيمينارا يوم 17 من مارس لإدارة الضواحي والشعب لتعزيز فعالية الشرطة الأهلية. وحدد قائد مركز الرغيب أبراهام تخستيل المبادئ التوجيهية لعمل الشرطة الأهلية ودور الشعب في منع الجريمة والكشف عنها. وذكر مسؤول مكافحة الجريمة السيد قبر تنساي قبرهاب أن السلوك الحميد من أبرز القيم لدى الشعب الإريتري الذي يتوجب الحفاظ عليه. وأوضح مديرية صورونة بالإنابة السيد هايلي معاشو أن المحاضرة لها دور مهم في رفع مستوى الوعي العام ومنع الجرائم وكشف المجرمين.
الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال مسؤول محلي أن تفجيرين انتحاريين أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين خارج مصرف في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان. وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار أنعم الله سمقاني أن الانفجار استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون خارج فرع بنك كابول الجديد في قندهار، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. هذا وقتل جنديين وأصيب 15 آخرون بانفجار قنبلة زرعت على الطريق بالقرب من قافلة أمنية في شمال غرب باكستان. وقال عناية الله رئيس وحدة إبطال مفعول القنابل بالشرطة في المنطقة أن الهجوم وقع في دير إسماعيل خان، المعقل السابق لطالبان الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، لكن تحوم الشكوك حول حركة طالبان الباكستانية التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة على قوات الأمن. وكانت باكستان قد استهدفت مخابئ حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان، الأمر الذي أدانته كابول. أعلنت بريطانيا وأستراليا توقيع اتفاقية دفاع جديدة في كامبرا تتيح للحليفتين تبادل استضافة القوات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية. وتتضمن الوثيقة الجديدة ما يسمى اتفاقية مركز القوات التي تتيح للقوات البلدين العمل معا في بلديهما وفق وزيري الدفاع البريطاني غارنات شيفس والأسترالي ريتشارد مارليس. ولا تصل الاتفاقية إلى حد أن تكون موحدة كاملة للدفاع المتبادل من شأنها أن تلزم أحد الطرفين بالتدخل إذا تعرض الطرف الآخر للهجوم أو تهديد. وبدلا من ذلك قال الجانبان أن لديهم التزاما بالتشاور مع بعضهم البعض في حال ظهور تهديدات. وكان البلدان وقعا مع الولايات المتحدة على اتفاقية عسكرية قبل بضعة سنوات لمجابهة ما سمته العواصم الثلاث الطموحات العسكرية الصينية في المحيط الهادئ. لقى ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وفيضانات في مرتفعات باوقين جديدة ألحقت أيضا أضرار بالعديد من المنازل والطرق والممتلكات. وقال المسؤول في المركز الوطني لإدارة الكوارث أن الضحايا 23 دفنوا تحت أطنان من الوحل في 3 انزلاقات للتربة في مناطق مختلفة من إقليم ثيمبو الذي يضم 6 مقاطعات يصل تعداد سكانها إلى نحو 376 ألف نسمة. كما لحقت أضرار بمناطق ساحلية بعد أن اجتاحت مياه المد ووجهات بحرية وقمرت قرى شاطئية والعديد من الممتلكات. وبدوره شهد إقليم ناغا المجاورة فيضانات عارمة. قال خبير في الأمم المتحدة أن العالم يخسر المعركة ضد النفايات الإلكترونية بعد أن وجد تقرير أن الدول تسير بخطى مسهلة لإنتاج 82 مليون طن من النفايات المكونة من الهواتف المحمولة القديمة وغيرها من الأجهزة بحلول العام 2030. وتتكون النفايات الإلكترونية والمعروفة أيضا باسم النفايات الإلكترونية من أي عناصر مهملة تحتوي على قابس أو بطارية. يمكن أن تحتوي على مواد مضافة سامة ومواد خطيرة مثل الزئبق وتمثل خطرا بيئيا وصحيا. في العام 2022 بلغ الإنتاج السنوي للنفايات الإلكترونية في العالم 62 مليون طن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 82% عن العام 2010. ويرتفع توليد النفايات الإلكترونية بمقدار 2.6 مليون طن سنويا، ما يعني أنها قد تصل إلى 82 مليون طن بحلول العام 2030. تذكير بالعناوين مرة أخرى. إحياء اليوم العالمي لمتلازمة داون.
مكتب المراجعة العام يناقش الخطة الاستراتيجية الخماسية. محاضرة لزيادة معرفة وفهم الفلاحين بالتحصيل الضريبي. قتل وجرح بتفجيرين انتحاريين بأفغانستان وباكستان. بريطانيا واستراليا توقعان اتفاقية دفاع جديدة. أكثر من 20 قتيلا إثر فيضانات وانزلاقات للتربة في بايوغينيا الجديدة. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.